سيبك من أي حاجة بتعملها دلوقتي. كريستيان إريكسن وقع تاني في الأرض. تاني. من غير أي تدخل. في ماتش دنمارك ويوكرين الودية، والطاقم الطبي نزلوا عليه في ثواني. الاتحاد الدنماركي طلع بيان: الراجل واعي وكويس، بس أنا لسه قلبي معاه. منظر الأرضية ده محدش يتحمله مرتين. وفي نفس الساعة جت لنا ضربة تانية. ويسلي ظهير برازيل اليمين خرج من المونديال رسمياً. الإصابة اللي جت له امبارح قدام مصر في العضلة الضمة. أنشيلوتي ما استناش، كلم إدرسون بتاع أتلانتا اللي رايح مانشستر يونايتد الشهر الجاي، واتضموا للقايمة على طول. 4 أيام على مونديال، وبرازيل بيغيروا في الأسماء. وبس استنى الجامد، منتخب سويسرلاند معسكر في سان دييغو، وطلع لهم تحذير رسمي: أفاعي سامة جوه مقر التدريب. يعني الراجل بيتمرن، يبص جنبه يلاقي تعبان. حلو الكلام ده. وخليني أديك رأيي بالظبط. سنغال هتعمل زي موروكو 2022. خدها مني، جماهيرهم مجنونة. ساديو ماني في أحسن نسخة، وبيفتحوا على فرانس في ميت لايف يوم 16. نفس ما واجهت 2002 ما كسبوها. الإعلام كله بيتكلم على سبين وأرجنتينا، وأنا قاعد أقول لكم ركبوا الأسود. وخليني أوجعك بالرقم: برازيل لوحدها سجلت أكتر من 100 هدف في تاريخ كأس العالم، 5 بطولات، رقم محدش طوله. والنهاردة بيدوروا على ظهير يمين قبل الأمونديال ب4 أيام. كرة قدم. وفي خبر يضحك: لامين يامال وعد إنه لو سبين كسبت المونديال هيسيب دجنه وشنبه يطولوا 3 أسابيع. الراجل عندوش 17 سنة وبيتكلم في الدقن يا نهار. بس صراحة لو هيلعب زي لاليجا أنا مستعد أسيب دجني أنا كمان. طب وإنت اللي قاعد قدام أموبايل ده، أنهي خبر فيهم صدمك أكتر؟ وقعت إريكسن، ولا غياب ويسلي، ولا توقعي إن سينيغال هتفشخ فرانس؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرا الكومنتات.